قصة ما بتحصل إلا بالأفلام الهندية. شاب صحي من مخدر ولقى صديقه محوله من جنس الذكور إلى جنس الإناث. الشاب اللي قدامك اسمه محمد مجاهد وعمره 20 سنة من الهند. محمد عنده صديق مقرب كان دائما يمزح معه إنه معجب فيه وإنه بده يتزوجه وهيك. محمد كان يأخذ الموضوع مزح. القصة ظلت 2 كاملين لحد ما صديقه زهق وقال له أنا مسجل كل كلامك هذا ومضايقاتك وراح أخبر أبوك وكل المنطقة. بس اللي صار كان أغرب شيء ممكن يخطر على البال. صاحب محمد قعد معه عادي مثل كل مرة، وبعدها مخدر محمد تماما وأخذه على مستشفى عنده فيه معارف. ليصحى محمد بعد ساعات وهو على سرير المستشفى وحاسس بألم شديد وتنميل بالجزء السفلي. إيش الذي حصل؟ صاحب محمد كان حاجز عملية تحويل جنسي كاملة، والمستشفى شال العضو الذكري وعملوا تشكيل للمنطقة لتشبه العضو الأنثوي مثل ما هو معروف بهيك عمليات. أكيد عائلة محمد قيمت الدنيا ورفعت قضية على المستشفى، بس المستشفى قال إنه كل الأوراق المطلوبة كانت موجودة، من ضمنها موافقة خطية وفيديو كمان وتقارير نفسية وصحية كاملة. والأغرب مو بس هيك، الأغرب إنه صاحبه رجع لعند محمد بعدها وطلب منه يرتبطوا ويخطبوه كمان.